اليوم مع الطفرة اللي في الأعمال تبارك الله، معناها اليوم الواحد كي يخزر معناها العدد من الأعمال اللي شاركت فيه، لكن يبقى عندك دور اللي السادة المشاهدين بقى في ذاكرتهم كيما دور حقيقة اللي هو دور ربيعة في منن عروسي. صحيح. ربما ما تخكاش خاطر قاعدين يعديوا فيه برشا مرات. اون بلس الدور اللي عملته قريب ياسر من التونسي. انا التوا يسالوا لي ضحكوني وقفوني في المارشي يقولوا لي مش عارف كيفاش تعرف تركب على البيم. يضحكوني قلت لهم وبرداعي زاده مش نركب هكا وبرداعي. فما حاجه صارت في التورناج هذاك صلاح الله يرحمه وليزاسيستون جابوا لي حاشك بهيم عادي، حاشا من يسمع بهيم عادي، وانا وقتها بصحتي برشا ركبت فوق منه طاح البيم برك في القاع. قلت لهم برا وجيبوا لي بهيم مصري. مو عندك العاليين هذوك يتسموا بهيم مصري، مشاو جابوا لي بهيم مصري باش نزمت نركب برداعي كيك. لي سيكونس اللي الحقيقة كانوا عندك دي سيكونس مع الازهري الصناعي اللي نوجهوا له تحية بالمناسبة، توحشينه برشا والناس الكل يسألوا فيه عليه وين ونقول لهم يا ناس إن فوا بور تو جو في أوروبان. راهو السيد هذاك يعيش في الكيف مالوغوزمون. احنا الممثلين متاعنا اللي يعيشوا خارج العاصمة بينجموش يجيبوهم باش يمثلوا في التلفزة خاطر يتكلفوا عليهم وتيل وماكلة وواحد ما دونك ما ينجموش يجيبوه. لي سيكونس هذوكم الحقيقة كانوا فيهم برشا ضحك وطبيعيين على الاخر، طبيعيين على الاخر. تقول معناها بالحق مرا وراجلها وما نعرفش علاش شو والله العزيز ساعات اتساءل علاش يحبوا المرأة القوية مع راجلها. يقولوا لي تبارك الله عليك أبا فريمون عملت فيها كيفاش ضربته بالوحدة بتاع المحمصة. ما بوسيبل تمثيلها ومش في الواقع معناها. سورتو الرجال من النوع هذاك وفي الريف استحيل مرأة تنجم تطلع صوت على رجلها ولا هو شخصية طريفة جدا. عاملينها شخصية هكاك بالعاني ضعيفة وطريف محليك الراجل ممثل ممتاز. ثم كان عندك تجربة الحقيقة في سيد الريم. سيد الريم عندي فيه تجربة أليمة غاضتني برشا، ومش وحدي داير أنا وفتح الهداوي. الناس كل تعرف اللي المسلسل هذاك صار على زوز يدين على زوز مخرجين، المرحوم عبد القادر الجربي وعلي منصور إن شاء الله ربي يطول في عمره. أنا تنحاولي يجي 4 ولا 5 سيكونسات وفتحي مسكين 6 سيكونسات نحاول. علاش؟ على خاطر سادي باسي الوقت، ما معناه المسلسل لازمه كما نقولوا 50 دقيقة، هو عمل 70. دونك نحاول اللي سيكونس اللي ينجموا ما يهلكوش المسلسل. دونك نحاولنا احنا بالنسبة لي أنا والفتحي نعرف، أما ما نعرفش الناس الآخرين نحاولهم أو لا. أما هو كعمل الحقيقة في 2008 رائع، وهو كان معناها عمل من تأليف رفيقة مجدي وكما تفضلت سيادتك والأبطال فيه زادة تبارك الله ما شاء الله. بالله سامحني نحب نترحم على نجيب عياد الله يرحمه، الله قديش خلى علينا بلاصة منفذ للعمل. اللهم صلي على النبي عليه الله يرحمه وينعمه. كان راجل يحب الخدمة هذه ويثني الركبة ويعمل ما يعمل باش العمل يطلع ناجح، والعمل هذاك طلع ناجح غاصة لوي خاطر هو اللي جاب مخرج آخر وهو اللي كمل وهو اللي عمل برشا حاجات. نسينا ما ذكرناش سطيش مجاله تحية. تو الناس الكل يعرفوني سطيش الممثل ممتاز. ربيعة الحقيقة كان ممثل ممتاز. كان عندك معاه دي سيكونس من أكثرهم شهرة السيكونس نهار الزداد.
الحمد لله، نحمد ربي. إن شاء الله كل ما نعملوا حاجات إن شاء الله تكون ناجحة، وإن شاء الله رضا الجمهور هو اللي يهمنا أكثر من كل شيء. خاطر الحاجات هذه كلها مشيت وقعدت في طي النسيان بالنسبة لنا احنا، كما أي إنسان يخدم في بيرو ويروح ينسى شو عمل في البيرو. الحياة تستمر بالعمل أو بدون عمل. اللي يهمنا بالنسبة لي أنا فرحتي الكبيرة هي محبة الناس. هذاك الرصيد الكبير اللي الممثل أو الفنان بصفة عامة يتمتع به في حياته، بالخدمة أو بلا خدمة. وقت اللي تخرج الشارع والناس الكل تبوسك والناس الكل تعانقك والناس الكل كل واحد يسميك باسم من أسماء الأعمال اللي أنت خدمتهم، هذيك بالنسبة لي أنا أكبر ميداية نعلقها على صدري، ونقول للجمهور بتاعي واللي يحبني واللي أنا راني نحس به هذايا في الشارع. أنا في وقت من الأوقات أيام الكوفيد مرضت شوية، كلمني الطبيب متاعي قال لي سلوى أخرج دول. قلت وين نخرج يا ولدي كوفيد؟ قال لي حتى كي تبدأ في الكهرباء من الشباك وك الناس يعملوا لك هكا وهكا راك باش تبرى. وإفكتيفما أزيد كهرباء وليت كل يوم نخرج ندور ونبيبي والناس اللي نعرفهم اللي ما نعرفهمش سي فغي سا سولاج، خاطر محبة الناس خير من الدواء. وانت كنت ولا تزال قريبة من الناس الحمد لله، والحمد لله عندهم ليك تقدير كبير لأعمالك على مدار هالعقود هذه كل، واللي كما قلت قبيلة راهو كله باقي لهنا. لأني اليوم صحيح تقول لي بوبينة مشيت، لكن اللي موجود في الذاكرة مش